ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي بيراميدز. اختبارات نادي بيراميدز من اهم الاختبارات اللي الناس كتير بتستناها وناس كتير عايزه تروحها، بس اختبارات السنه دي ليها شروط وليها نظام كده وليها قواعد هنتكلم عليها، وازاي تقدم في الاختبارات وازاي تروح تختبر. نتكلم عن كل التفاصيل لاختبارات نادي بيراميدز في فيديو النهارده. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه. لو مش مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. طبعا نادي بيراميدز من الاختبارات القويه جدا اللي الناس كتير بتستناها. نادي بيراميدز السنين اللي فاتت ما عملش اختبارات موسعه زي اللي هيعملها السنه دي، شهر كامل اختبارات. هنتكلم عن كل تفاصيل الاختبارات. بس قبل ما نتكلم عن الاختبارات، أنا طبعا حابب اعتذر الفتره اللي فاتت عن عدم تصوير فيديوهات الانشغال ببعض الحاجات. من اهم الحاجات اللي انا بشتغل عليها الفتره اللي جايه ان انا ادخل دوري اتحاد كوره وبجمع مجموعه لعيبه مميزه، وعندي بالفعل مجموعه مميزه وهضيف عليهم بعض العناصر، وهنبتدي تسويقهم الفتره اللي جايه بعد الاختبارات على طول عن طريق ماتشات. وبالفعل مكلم اكتر من مدرب هنعمل ماتشات وديه عشان ينقوا العناصر المميزه عندي. فباذن الله هعمل مشروع كويس قوي. لو انت حابب تنضم لينا للمشروع ده بالذات الاعمار البراعم، تقدر ان انت تتواصل عن طريق ارقام الصفحه دي وتيجي تنضم لينا، وان شاء الله يكون لك نصيب في التسويق السنه دي ان شاء الله. بس لازم تكون لاعب مميز، لازم تكون لاعب مميز، واللي ان شاء الله مش هيحالفوا الحظ باذن الله هندخل بيه دوري اتحاد كوره وهنسوقه من خلال المباريات الرسميه. نرجع تاني لموضوعنا وهي اختبارات نادي بيراميدز. نادي بيراميدز السنين اللي فاتت ما كانش بيعمل اختبارات موسعه زي اللي عملها السنه دي. كان بيبقى اختبارات كام يوم كده وما بيعلنش عنها. السنه دي اعلن عن الاختبارات وهينظمها ابلكيشن ينظم الاختبارات. ولازم عشان تروح الاختبارات لازم تقدم عن طريق البرنامج ده او الابلكيشن ده، ولازم يجي لك الميعاد عن طريق الابلكيشن ده. ناس كتير فاكره ان هي تعرف الميعاد هتروح على طول، لا، النادي طلع اكد تاني ان انت لازم تروح تختبر بعد الدفع على الابلكيشن ده. فهنتكلم ازاي تقدم في الابلكيشن وازاي تاخد ميعاد، وهنتكلم عن المواليد المطلوبه. نادي بيراميدز هيعمل اختبارات من يوم 9/7 لحد 9/8، من 9/7 لحد 9/8. قدامك شهر كامل هيبتدي من 9/7 لحد 9/8، بس لازم تكون بتقدم في الابلكيشن. المواليد المطلوبه من 2015 لحد 2007، من 2015 لحد 2007. الابلكيشن بقى عباره عن ايه؟ هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف، هتدوس عليه هيجي لك ان انت عايز تبدا التجربه دي، تدوس هيجي لك بقى كذا خانه. من اهمهم اولا هتلاقي مكتوب اسم اللاعب، هتحط اسمك. تاني حاجه تاريخ الميلاد، هتحط تاريخ ميلادك. رقم الموبايل هتحط رقم موبايلك. رقم الواتس لازم رقم يكون عليه واتس عشان تتواصل من خلاله. البريد الالكتروني اللي هو ايميلك. المحافظه، الجنسيه. هتملى البيانات دي وهيطلب منك سعر الاستماره، هتدفعه عن طريق فودافون كاش او عن طريق فوري، اي مكنه فوري تقدر ان انت تدفع منها سعر الاستماره. وبعديها هيجي لك رساله بالميعاد اللي انت هتروح له على طول، يعني يجي لك اليومين اللي انت هتروح فيهم عشان تختبر. ما تروحش في يوم تاني، ما تروحش في ميعاد تاني، عشان ما تبقاش قاعد مستني ميعاد الاختبارات وتروح اي يوم وتلاقي نفسك رايح مشوار على الفاضي وما تعرفش ان انت تختبر. فانا حبيت اوضح ليكم المعلومات دي لان انت ممكن ما تعرفش، ممكن في ناس مش فاهمه او مش واعيه او خدت ميعاد الاختبارات وراح على طول. اختبارات صعبه، لازم تكون جاهز كويس. اللعيب اللي هياخده لازم يكون افضل من اللي عنده او على الاقل زيه، ومع الشغل هيبقى اعلى من اللي عنده، لان هو بيعمل اختبارات عشان عايز افضل من اللي عنده. مش هيعمل اختبارات انت ممكن تكون لعبت كويس في التقسيمه او لعبت كويس في الاختبارات وما خدكش عشان انت لسه ما جبتش مستوى اللي عنده. فانت ما تقولش انا كنت كويس وما روحتش، انا كنت كويس وما خدنيش. لا، انت لازم تبقى كويس قوي، تبقى كويس جدا افضل من اللي عنده. اكيد لعيبه بيراميدز اكيد لعيبه كويسه واكيد عندهم احتكاكات وبقى لهم فتره كبيره بيتمرنوا مع بعض وبقى لهم فتره كبيره بيلعبوا ماتشات، فانت مطالب ان انت تعوض كل ده. فلازم تتمرن، عندك فتره تتمرن، ما تقعدش ما تعتمدش على الاختبارات بس. ناس كتير بشوفها بتروح اختبارات انا ما قبلتش، انا كنت كويس ما قبلتش. انت قاعد في البيت انت شايف نفسك كويس، بس مقارنه بالناس اللي انت رايح المفروض هتاخد مكانه، لا هو اعلى بكتير. هو راجل بيتمرن واقف على رجله، انت لسه بعيد خالص. فانت ما تقعدش في البيت، اتمرن، افضل اتمرن. جات لك فرصه روح، ما جاتلكش خليك بتتمرن. جات لك اختبارات كويسه روح، ما جاتلكش ممكن تلعب دوري استثماري بس مع نادي هدفه التسويق، مع مجموعه هدفها التسويق. ما تروحش نادي استثماري للاسم، بلاش الكلام ده. هتعدي عليك السنه ومش هتستفاد اي حاجه. روح
للي بيسوق، روح للي بيسوق. وبكده خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. ولو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ان شاء الله ارد عليك على طول. استنوني الفيديو جديد. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لعب كره قدم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.